الجانب الثاني برضو الإخوان يتكلموا عنه، أنه التنظيم ما في خوف عليه إذا كان الناس المنظمين ذاتهم أقوياء ومنجضين في أنفسهم محصين. وزي ما قال عبد الله أحمد النعيم، أنت ماك مسؤول عن أن تنصر الحق برا، أنت مسؤول أن تنصره جوا. هو برا بينتصر وهو بينصرك، أنت بس تلزم الحق ينصرك وينصر. وربنا قال فيه: هو الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وقال: إن تنصروا الله ينصركم، إن تنصروا الله ينصركم. انصروا في أنفسكم بالسير ضد هواها في مراده هو، ينتصر فيكم وينتصر في الخارج. وما في خوف في الموضوع ده إذا كان الناس لزموا التمحيص. وأنا أفتكر الحاجة اللي وكدوا عليها الإخوان وقال فضل في الكلام الأخير هي لزوم الإخوان. اللي بيطرف من الإخوان بنقطع، دي يعرفوها. والمسيح قال: الشاء المتطرف يأكل الذيب. كل راعي بيعرف دي، الشاء المتطرف يأكل الذيب. وما تفتكر أنك أنت لسبب أو لآخر من أبسط بساطة تنقطع من الإخوان ثم تجي بعد أسبوع عايز تكون زيهم، ما بتكون. وبعدين الصوفية يقولوا البنعزل بعزلوه، البنعزل بعزلوه. الاجتماع مع الإخوان نور، لكن اللي بينقطع يجي يلقاه نار، كل مرة يبعد لا من ينقطع. دحين الموضوع في التوصيات اللي وردت به، وافتكر ما هو عايز زيادة. البركة في الحاجة القليلة ينعمل بها، ورد في الأشرطة دي شيء كتير. ده نحن نرجو الله أنه يوفق الإخوان كلهم ويوفق الناس كلهم ويهدي إلى سبيله على بينة وهدى وبعافية ما بامتحان، وينصر الحق في الآفاق كلها، ويرد الناس إلى الجادة، ويصونون ويسترون، يستر الرجال والنساء. وإن شاء الله الأيام المقبلة تحدث تغيير كبير إن شاء الله. على أي حال أنا بفتكر أنه رجوع الجمهوريين للاهتمام بنصرة المرأة زي اللي قفلت به الدائرة. الدائرة ابتدت بحادث رفاعة واتسم به الحزب الجمهوري بصورة واضحة. الحزب الجمهوري قام في نصرة المرأة في حادث رفاعة، وبه ابتدى دخوله في مجالات التدقيق. هسه مش بتوقيت مننا، بتوقيت من الله، نحن سايرين وراه. رجع الدور تاني ليكون نصرة المرأة، والدائرة انقفلت بالصورة دي، وأنا أفتكر بتنفتح تاني على عهد جديد إن شاء الله تروا فيه النور أبلج والشمس طلعت.